السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الشعب العراقي الأبي، حفظكم الله ورعاه من كل مكروه. يا الله يا الله يا الله. يا شعب العراق، الدعاء الدعاء. حفظكم الله ورعاكم بإذن الله. اللهم ابعد هذه الغمة عن هذه الأمة يا الله، يا أرحم الراحمين يا الله. اليوم بدت هدت الشيوخ العشاير. هذا الكلام شوي يراد ينحكي، لازم كل هاي شيوخ العشاير الموجودة يا الله، وهاي الرحمة من الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. سمعوا هاي وسيادته. وإذ نتابع بقلق بالغ حالة الانسداد السياسي التي ألقت بظلالها على المشهد العراقي، فإننا نؤكد على ما يأتي. أولا، ندعو القوى السياسية وخاصة قيادات الإطار التنسيقي إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية والإسراع الفوري في حسم ملف تشكيل الحكومة المقبلة واختيار رئيس مجلس الوزراء بما يحقق الاستقرار السياسي وينهي حالة الجمود التي لا تخدم مصالح شعبنا. هذا الحكي. شوف شيوخ العشاير، أبي أحسن من الدولة جات تحجون، أو هاي الدولة جات إحنا الفصائل ما لنا علاقة بيها، والحكومة ضالة ومخلية الشعب واحد يطق بالثاني. يا شعب ويدير بالكم. هذا كلام هاي شيوخ العشاير. تريدون الضبط والأمن والأمان، والحكومة جاي ترى تدافع بس عليهم. هسه الأحزاب إحنا ما لنا علاقة. الدولة تطلع هسه يلا كظوهم بويا حرب ما عندنا، احنا حرب ويا ايران، احنا بويا ما داخلين بعدنا بالحرب. بويا عندكم مرجع يمتى ما يقلكم الجهاد. وياهو السيد علي الحسين السيستاني دام ظله خيمة على العراقيين اجمع باستثناء المجرب لا يجرب. بويا والناطق الرسمي عادل عبد المهدي الكربلائي. وصير والحضرة بالإمام الحسين عليه السلام من يخطبوا كلها أمام الناس. هاي شوف هسه شيوخ العشائر ايش قالوا. خلنا نسمع الثاني شو يقولون. ثانيا، نؤكد أن استمرار الانسداد السياسي في هذه المرحلة الحرجة يضعف موقف الدولة ويجعل أبنائنا من القوات الأمنية كافة ومن ضمنها الحشد الشعبي عرضة لمخاطر القصف الخارجي والتحديات الأمنية، وهو ما يستوجب موقفا عاجلا وحازما لتوحيد الصف الوطني. هاي شيوخ العشائر خوش حكي. الدولة ما جاي تسوي هيجي، لأن بويا اكو حشد صار. احنا وين الحشد؟ مين السيد بويا ما منطي ترى حشد. ديروا بالكم خوش صاروا ويا الدولة ليش ما تعلن بويا هذول الحشد؟ احنا شيلوا اسم الحشد ذولا ويا القوات الأمنية تابعين رئاسة الوزراء غير بأمرة القائد. ليش شامشين الحشد؟ مو هذا ياهو بوي. اقول كمان خبي انتم يا شغل العشاير، هذا كله من ابليس والكم ابليس. هذا نور المالكي هو اللي اسسه، هو اسس الحشد. لا ترحوا الراي كم منا السيد بريء من هاي الشغله كلها، بس تنطى الجهاد الكفائي. ولكم الله شاهد لأن يعرف أكو ناس تجي من وراه. قال انخراط بالجيش وانتهت أو راحت كل من راح بمكانه، ما جاب حشد ويوقف، لأن يعرف أكو وراه إبليس. هذا نور المالكي. أو قال لهم لقد سئمنا منكم. وانتم يا شيوخ العشائر خذوها، شنو سئمنا منكم؟ بعد كل شارة ما عندهم هذول هسه قامت هاي بالحكومة، هسه يوقعون على اوراق كلش بيضة يشطونها. ويا تعالوا بس احمونا. او فايق او زيدان سوى هسه احنا ماكو، او ذولا ارهق غير يقبض عليهم. بويا عندنا جيش يريد يتحرك، بس اكو قادة المسيطرة على عندكم 60 قائد من ايران ترى لازمينها كلها، ما حد يقدر يحكي. هو جندي شنوش عنده امر غير تابع للدولة. بويا روح جيب لنا فلان يجيبونه. بس هاي المشكلة مالتنا يا الشعب العراقي.
ما يخلون العراق، او ضالين بالفتن بيناتنا بمجلس بالنواب. سمعوا. ثالثا، تشدد قبائل العراق على دعمها الكامل للدولة ومؤسساتها الرسمية، وتؤكد ضرورة فرض هيبة القانون وضبط الأمن وصون السيادة العراقية ورفض أي اعتداء خارجي على أرض العراق أو انتهاك لقراره الوطني. شعلات الكلام. والشعب هم يتضامن وين الحكومة؟ غير الحكومة تمشي عدل وتشوف رأي الوادم الشعب مالتها. لو احنا ضالين ذولا طقوا اللي شو اسمها الدول العربية. ليش بويا الدول العربية كانوا اخوة احنا؟ اقولكم انتم يا شيوخ العشاير، هاي كره ترى النيران جاي يسوون بيناتنا يردونا نتخارب ويا الدول العربية، وذول اخوتنا. والسيد المرجع علي الحسين السيستاني دام ظلوا خيمة على العراقيين اجمع باستثناء المجرب لا يجرب. اخوة ذولا من روحنا نفسنا، روح وحده احنا، بويا لا سن ولا شيء وكل احنا اشهد لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. بويا قرآننا واحد، تبدي الآية من الفاتحة او تنتهي بالناس او كلها تسأله وين الآية؟ عندك هاي الآية، هاي عندي الآية، هاي عندك كلها طوها لهم 114 آية سورة، 114 سورة عندنا بالقرآن. قل له ابوي هاي السورة وين، هاي السورة وين، هاي السورة ورقمها وهنا يطلع لك. بويا انت ويا السنة والشيعة بويا، حتى لو تختبرون واحد يختبر الثاني. ماكو عندنا قرآن ثاني، قرآن واحد 114 سورة موجودة عندنا. فسورة من هالسور ما بيها بسم الله الرحمن الرحيم، ماكو بيها وكلها بسم الله الرحمن الرحيم، ما عدا التوبة او كلها بويا عندك بويا كلها عندنا. بس اكو ناس مغرضة جاي تشبش بيننا بين السنة وبين الشيعة. ادري يحاسب ياهو ابو المنبر اللي يطلع او كل ما حشوا وقالوا سنة وشيعة وهي سوينا والشيعة لازم تنتصر وعلي من بويا. اكو الله سبحانه وتعالى هناك ويحاسبك. انت اللي غلطان يحاسبك ولك صحة ويطلق الحسنات ويدخلك الجنة. بعد احنا شكوا ولك كلمة يا الله او امشي اصل ما عندي شغله انا بيه. يريد يسوي غلط يريد يموت زين مش علي بي انا كلمه لنا. بس هنا شوق العشايش حالاتهم والتموا او احسن من الدوله يحجون. فايق زيادان بصفحه، رئيس الوزراء بصفحه، قاده جسم الاحزاب هاي بصفحه. ضالين احنا ضالين. هي يا شيوخ العشاير هذا الحكي اللي راد منكم هذا زين؟ بويا الملك كندوب بعد كندوب. ثالثا رابعا أكد أن وحدة العراق أرضا وشعبا هي خط أحمر لا يمكن التهاون به، وأن القبائل العراقية ستبقى السند الحقيقي للدولة في مواجهة التحديات. شفت احنا وغير الدولة، بس الدولة شافشتنا يا شيوخ العشاير. وين التفرقة؟ التفرقة بالبرلمان من يقعدون. هاي سنة او ذولا شيعة او ذولا كردي او ضالين على المناصب ياخذونها. هذا لك وهذا لي. هذا الشعب وين كنا احنا نعرف سني وشيعي؟ بويا انتم يا العراقيين ولكم يا الجنوب يا الوسط ويا عندنا ولكم اخوه سني وشيعي او مسيحي ولا قاعدين جيران واحد بصب الثاني. ما لنا علاقه بويا. نطلع السلام عليكم السلام، هذا طب بكنيسته او هذا طب الجامع مالته. شكو هاي هي كلمه الله سبحانه وتعالى هو العالم. بويت هذا يجي لك على الكفار ويلقطها الله سبحانه وتعالى. ما ظلت حياه. شلون يختبر ابن ادم؟ هاي اختبارك انت مالك شغله. اكو عندك صح وعندك غلط، او عقل عندك او اسمع وامشي. كل من بدينه انتم تمشون. الصلاه الوضوء ابويا الصلي 5 اوقات. هسه طبقتهن خليت الكلمه بصلاتها. انت ما لك علاقه. بويا صلى الله سبحانه وتعالى هاي او قبله طالنا وحده او هاي المسيح عندهم بويا كنيسه من صار وداره واحنا ما لنا علاقه. خلاص هم مو بحال كل من اله. شكو والكم بويا انتم يا شيوخ العشائر. بدا كلام الحق. هذا المطلوب او ضده او شعبكم يمكم والحكومه زائله
وين اكو حكم دام؟ يلا طول من ذاك اليوم لهذا اليوم اكو حكم دام، ما يدوم حكم الاحد. هاي مستمرة بالذولة شبشونة شبش بمن بالتفرقة. او هاي كلمة الدورة، هاي يطلعون الدورة ذولا بالحشد. اكو بويا ناس جاي تطلع هسه الايام يحجون على السنة او شرف. شنو الشرف واحنا نقلنا؟ ليش بويا؟ احنا شعب واحد، الجنوب للشمال، الشمال للجنوب، كلها تتحامى. لا تخلون التفرقة هاي اللي يحجون، نعوذ بالله منهم. كل ما حجوا جابوا السنة، واحنا شنو ابوي نقذتهم انت؟ غصبا على اي واحد، اي عراقي غيور على غيرته وشرفه يدافع باي شبر من العراق. شنو كل ما طلعوا قالوا احنا ايش سوينا وهيك نقذنا وهيك ما احنا راحت. شنو ابويا؟ شنو سنه؟ شنو شيعه؟ شنو كردي؟ شنو يزيدي؟ شنو مسيحي؟ ولكم كل احنا من ارض الوطن. ولك الله سبحانه وتعالى ولك ولك بس العراق من جميع الطوائف موجوده به. ولكم اقروا التاريخ، شوفوا الدول هاي كلها ماكو بس العراق. وقلكم ترى الايرانيين هم لبشوا بيناتنا، او هسه يردونا نصير ضد العرب. ليش بويا ضد العرب؟ احنا بويا اخوه. ها او هاي الاحزاب العده جاي يطق بالدول، او جاي ياخذون نظره علينا. ها بطلعتكم يا شيوخ العشاير مسحتوا هاي الكلمه لان يعرفون يقولوا هذول الشعب العراقي مو مثل ايران، ما لنا علاقه، احنا ما لنا علاقه الناس. بويا باكر عقبه نرجع تصفى. شنو؟ ماكو دام ضد شيء. هاي الله سبحانه وتعالى يريد، هذا اختبار للانسان. ها دير بالكم. ادري بويا الانسان هسه لا سامح الله واحد انقصت ايده، ها شو تسوي؟ تقتل روحك؟ شو تقول؟ الحمد لله والشكر على هالنعمه، راحت ايد عندك ايد. بويا راحت ايديك اثنين ما متت، الله ما كاتب لك الموت، شو يسوي؟ يختبرك. بويا ناس تروح عندها رجلين اثنين، ناس تظل معاه بس حلقه يظل. بس شنو؟ استغفر الله واتوب اليك يا الله الرحمه. ولكم بس الكلام بس هاي الدعاء لله سبحانه وتعالى. نبي الله ايوب شنهي كاش كثر ظل مو ممطول وضاع. شنو صلى؟ قام صلى وقام يصلي لله. هاللسان هذا رحمتك يا رب، استغفر الله واتوب اليه، احمدك على كل شيء. افضل هاي السنين كلها، اخر شيء يقول لك نبى صبري. الهي مسني الضر. ها بويا كان الله ايش خلى؟ قال له ها بويا بويا دعيتني وقلت لي هسه طلبت مني انت، او هاي السنين كلها انت ظالم مريض وضال وما طلبت مني، او كله تدعيني. شنو؟ وصلى قام صلى وركع وقال خايبين الله واحد، ايش تدعي بي ادعي. شدق او نايم الرجال. وصلت عدها قال له رب مسني الضر. بويا شاء الله ايش قال له سبحانه وتعالى؟ بويا ينطق اضربه برجلك قوم. ولك من مرض لا يتحرك جسمك الا منتهي، قام طقعها اغسل ولا بويش اقب هاي الميه ورد شاب. من رجل عتيد ايش قبله صار بالعمر رد الى شبابه. هذا ابو احنا ضل الاحزاب سنه الشيعه ديروا بالكم. بس الله سبحانه وتعالى اكو خلي رحمه بقلوب الناس، والحمد لله هنا هسه ظهر الحق وزهق الباطل، ان الباطل كان زهوقا. هسه يا شيوخ العشائر هذه يومكم، يلا هسه شو تسوون؟ كلكم على الحكومه ابو يسوون لكم، حطوا لكم رئيس جمهوريه وحطوا لكم رئيس وزراء. ضالين احنا في نعمه عن الحرب، ومخلين الحشد ويامن، والناس ما تدري او ضال ندافع. وادري شو تدافعون؟ هو واحد قباضي انا بسيف وطقه، ولكم ما يصير. ناس خايبه درونات وجايين بالاسم ولك منقطين. ليش جاي ينضرب هسه الجيش؟
لأن قادة الحشد لنعوذ بالله منها، والله بريء منهم، جاي يدخلون ويا الجيش. فهذا يطبل هذا الجيش جت دعاها بو باوقه. هاي هي والحكومة تريدها كان قبل وين كانوا؟ جابويا من ثورة تشرين شنهي، مو كنا قالوا الجهة الثالثة الجهة الثالثة، احنا ما لنا علاقة، او ضالين وضالة شبشت، او هذا هم هذا الاطار التنسيقي، احنا ما لنا علاقة، احنا ابويا منه. هاي جهة ثالثة جاية من ادري، جاء حكومة ما تنقش على ما تحمي، جاي علما وطاهم ختمهم لقد سئمنا منكم، كل جارة ما إلهم بويا. هاي الموجودة بالسلطة والأحزاب، لا تقولوا لي دفاع، لا الله بريء منها، الله سبحانه وتعالى لا يقول لك لا تقول باسمي وتقول هذا صاروخ الإمام فلان وهذا صاروخ. شنو بويا الأئمة تحارب بالصواريخ؟ ليش تقتل؟ أكو ناس بريئة يطيع عليها. صاروخ السجين راح ادري، صاروخ السجين ادري، وذا يهود وذا اي شان اسرائيلي، اكو ناس تموت بريئه. جاء الله سبحانه وتعالى يقول لك وشين ذول؟ تقول هذول كفار، جابوا الكفار كان ادري بهم كفار. انا يجون لي يوم من الايام يجون لي، انا عندي توقيته مؤقته، من يجي احاسبه او اقول له ابوي هسه سويت وهسه سويت. شو يقول لي لا انا عندي مرجع وعندي خوش، عندك مرجع هاي الكتب مرجعك اكو غلط، او يعطيك اياها كلها ولا بتتحاسب او هسه الرسول. بويا بريء من هاي الاسماء كلها الله سبحانه وتعالى. انت تقاتل اكتب باسمك، باسم القاده مالتكم، الاسم مالتكم، لا يجيبون سيره الله سبحانه وتعالى. الله حاشا لله ان يقتل انسان وهاي، بس الله سبحانه وتعالى شايف ويعرف كل شيء. بويا قصه نبي الله موسى، انت مو بالقران قارينها؟ شلون نقابل رب العالمين؟ مو كريم الله هو؟ مو قال له عندك ورمي العصا مالتك هاي العوشيه وطلعت له حيه، او صارت حط ايدك جوه بطنك طلعت بيضاء خوش. ايش قال له بعدين؟ قال له تروح للمن الفرعون. شنو صار باللقاء؟ ما شنو جاو شلون طلع له حي؟ يعني الله سبحانه وتعالى راسمها ومحددها ومسويها. راح يطلع لك فرعون، راح يرفض فرعون، راح تطلع لك السحرة ويشمرون الأحبال مالتهم والعصي. ايش طلعت الأحبال والعصي؟ حياية وتطلع ابوي ونبي الله موسى شنو ارتد شوي. الله سبحانه وتعالى قال طمنه بوي انا من عندك انت وما لك علاقة. رمى حية افعى قامت تلقف كلهم تلقفها. وش سووا ذول شو اسمهم السحرة؟ مو ينها آمنا برب هارون وموسى. وفرعون ايش قال لهم؟ قالوا شلون تؤمنون وانا راح اصلب؟ قال لابوي اصلبنا شو تسوي لنا احنا؟ هذا شفنا مو مثل نسوي بال السحر، هذا سحر احنا جاي نسوي، هذا شفناه موسى. بس الله سبحانه وتعالى شنو هو ابوي؟ انتم يا ناس يا ابوي انتم يا شيوخ العشائر هسه كلامكم حلو جاي تجون به، حلو هذا حكي، بس شوفوا فشنو الله سبحانه وتعالى يعرف. فاذا من حط نبي الله موسى وقال له هيك وطلع له الحيه بيده او قال له روح لنا الفرعون لانه طغى، قال انا ربكم الاعلى فاعبدون، يعني على وقال ماكو عندي كلها وين ما تروحون انا مساعد. او صارت هاي. ليش؟ الله يعرف بهاي الله سبحانه وتعالى. ولكم هو العالم ما في السماوات وما في الارض. انت هنا قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، ماكم غيرها، انتم غير الدعاء والهذا، بس عندكم الحكومه هاي المخلص بقتنا. خوش خلنا نسمع بعدين الشيوخ. وحمايه النسيج الاجتماعي من كل محاولات الفتنه والتفرقه. خامسا ندعو أبناء الشعب العراقي إلى التكاتف وتغليب لغة الحكمة والابتعاد عن التصعيد غير المسؤول والعمل بروح الوطنية للحفاظ على أمن واستقرار البلاد. هذا الحكي المعقول. كون احنا نصير اخوة نتكاتف بويا نتكاتف او ننبذ الطائفي خايبين. هذا الحكي بوي احنا شنو ايش يقول لك؟
بويا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ايش قايل؟ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. صدق رسول الله. شنو ابوي احنا لازم شلون احنا نتراصف نصلح او ما لنا علاقه بكل شيء. خوش يا ناس. هنا الله سبحانه وتعالى شو يقول لك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيانا مرصوص. صدق الله العلي العظيم. بويا من تجي الساعة وعد كم مرجع يا هو السيد العالم علي الحسين السيستاني دام ظل خيمة على العراقيين أجمع باستثناء المجرب لا يجرب. ترى بس الحكومة جاي تفرق بيناتنا، أو سمعوا من يوم الاستلمة والحد هذا اليوم، أو هسه تبروا من الحشد والفصائل، وهم ما يدروا هم الفصائل هم الحشد. لأن نوري شبشنا شايفين بدالة 40 خط شبشها أو خلى الشعب محتار. شلون ذولا حشد؟ شلون ذولا ويا الدولة؟ شلون الدولة هسه تقول ما لنا علاقة؟ ابوي ليش ما لها علاقة؟ كانوا شو يقولون احنا الحشد عندنا ويانا ولا شو اسمه تابع للقوات المسلحة. ياهو منهم ضيعوها، ياهو هذا نوري المالكي والاحزاب الباقية. خاوش ديروا بالكم يا الشعب العراقي. سادسا ندين الاعتداء الغاشم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية اللبنانية وكافة الدول العربية الشقيقة، ونعلن تضامننا الإنساني مع الضحايا، وندعو لوقف كافة الأعمال العسكرية والعدائية في المنطقة، وندعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التدخل السريع لوقف الحرب، كما نرفض أي عمل أو نقاش يغذي العداء بين الشعوب الإسلامية الشقيقة، ويدعم خطط الصهيونية للتقسيم والتجزئة والسيطرة التي تستهدف منطقتنا. هذا الكلام خايفين يرفعوا الرأس. أيمن على إيران بوي صدق ما نرفع اعتداء على لبنان اعتداء أو على الدول العربية هذا هم اعتداء عمي. هلا ولكم هذا الحكي اللي يرفع الراس. الدولة سوت التم يا شيخ العشر. الدولة شو تريد؟ يقول لك ننأى بأنفسنا عن هذه، احنا ليس لنا علاقة بهذه المعركة. او عايبين الفصائل، والفصائل من جنودها من عندكم يا الشعب العراقي. يعني الدولة متبرية منهم. يعني يا اللي يطقهم قلنا لكم وين ما يروحوا ذولا منقطين. هسه لو يروحون يم شيخ عشيرة، لو يروحون اي قبيلة، لو يروحون باي كنيسة باي جامع، تيجي عليه كلها باسمها. بو ياخذوها براسكم ذولا كلها منتهية، او ذولا الضالين جاي يوقعون يكملون، وبالاخير من يجونهم ابويا شنو ايش عندك؟ هذا كتابك والشعب ما يريدك. راح يخسرون المشيتين دنيا او اخره كلهم ذول، والموجودين بالبرلمان هاي 110 ما ادري ايش كثر او كل شيء كلنا كله اسرائيل او كله امريكا. انتم يد بالبرلمان، جو البرلمان ما شنو تلقطون فصم تلمون بعرور شغال على الشعب ومنتخبكم. اخذ اجراءاتي اشوف شنو نسوي او انتهي بهاي غزيدان. هو غير بالله بالحكومه جاذري. هسه الحكومه ماكو، بس وين عندنا القانون؟ القانون غير هو بوحده، هو هسه مسيطر على الكل بالله بالقانون. وينك تعال حكومه ماكو عندنا. لو تسويها انه هذا تتوحد العالم بوي تعالوا مؤقته، لان ذولا يخافون المؤقته يا يخلون كلها تخاف. أفضل هسه طلعونا بهذا الخبر، احنا ما لنا علاقه ما نتدخل وخليشون على ذول ارهابي. كانت الدوله علما غير تروح القاها قبض او قال لك طقينا فلان وطقينا الدول هاي لان عندها الامريكان عندهم. او لك بعدين شو تسوي انتم يا شعب العراقي؟ ندفع فليساتنا شنو اللي عندنا راح نعطيه، او هذول شنو يفيدونا؟ دالية لو قعدوا كل منصب او الاحزاب ضاله او ضالين احنا. بس هذا الحكي على الراس يا شيخ العشار، وإن شاء الله شوية شوية. وفي الختام نوجه رسالتنا إلى كل من يتصدى لإدارة هذا البلد أن العراق أمانة في أعناقكم، وأن صبر الشعب ليس بلا حدود، وأن التاريخ لن يرحم المتقاعسين
عن أداء واجبهم. فأما أن تكونوا على قدر المسؤولية وتنهضوا بواجبكم الوطني، أو أن تتركوا المجال لمن يضع مصلحة العراق فوق كل اعتبار. بويا شيء هذا كلام العدل. جا حكومة إنه مبالغة، جا ذا لحد الآن كل مواقف ما عندكم، كلها انتم من اباء انفسنا، واحنا ما لنا شغله بهاي الاحزاب، والاحزاب من الجيش مالها من الشعب العراقي. فانتم يا شيوخ العشائر شو تسوون هسه؟ بويا ياهو عندكم بجيش الشعب يجيبوه. الجيش ما منقطينهم بويا، يعرفون يقول لك بويا احنا كلها بالخارج العالم. بويا ترى ذول ناس ما عندهم، لان الدوله سوت ضيقه حصار على الشعب العراقي. شنو بويا؟ او خلت العالم ماكو شغل، فيتطوعون على هاي الشغله. فالقاده اسمائهم عندهم وهذا منقطين، كل مره يجوا له. الله سبحانه وتعالى ايش يريد؟ بويا الظالم انت هذا حد ياخذه، انت ما هاي الحرب وتصير خل قولوا الحمد لله والشكر على اي حال. اللي يموت 5 يموتون 10 يموتون 100 يموتون مليون، هذا يومهم انتهت. الظالم انتهت بويا، هذا حدك بويا. لا ارجع، قال له ماكو ترجع، انت هاي كونيتك وراح تصير هيك. واللي مخلص وعنده حسنات بويا احنا خذناك من هسه، خايب لا تظل دوره تروح بغير طريق. هاي عندك حسناتك وان شاء الله الله يسهل ويمشي امرك. او هسه بديت يا شيوخ العشائر والدوله ما جاي تسوي شيء عليكم. هسه كلها تتحدون ضد الدوله بويا. سووا لنا حل. شنو بويا؟ تعطون خبر وتخلون نص ونص، او خليتوا الشعب واحد يطق بالثاني. ما لنا شغله احنا بهاي الفصائل، والفصائل بمين مالتها بويا الجيش؟ مش منكم انتم يا شغل العشائر. ايش عسى شو تسوون؟ احسن بويا تعالوا يا جيش انتم يا تابعين للحشد بويا، كلمه نلم فريخاته والقعده، خايبين عيشوا على التعيين وسكتوا، او الله يفرجها ان شاء الله. هاي او خلوا ذولا هسه بيناتهم مش هذا حزب يطق حزب، او ياهو الرئيس مالهم بويا صنم وطاح نوري المالكي. خايبي لا عمار لا قيس لا هذا هسه ابو شو اسمه شارد يقولون الفياض، كلها لابده. ودور وين جاي يروحون يم عشاير يم هاي بويا؟ ماكو ترى اقول لكم عمي، حاطين منقط هاي تيجي عاديه. وين قاعد؟ وين مسوي؟ هم يقول لك عدنا نطي فلوس ودلونا. لا بوي شي دلون؟ خايبين هم معها فوقهم بوي. لين طغوا بالشعب العراقي، ظلمونه بهاي التفرقه مالت. بس الله سبحانه وتعالى او اكو ناس عقال او جاي تصحبوا احنا اخوه، ولكم انتم يا الجنوب ويا الوسط، ولكم بس خذوها بروسكم وبعقولكم. كانتم شلون هسه ايران من جايت ذاك اليوم طلعت هذا قاموا ينددوا على السنه، شلون يقولون السقم شنو هذول؟ ولكم ذولا حوثاله تخلونهم يحجون علينا بيننا وبين السنه. ولكم اخوه نقول لكم اخوه. او هذا جال شو اسمه ابو ايران مالت السفير جاء وقال له هاك الطعم احبسها له. ليش؟ لان يا ناس يا انتم يا شيوخ العشائر بويا كونكم انتم مو تروحون زياره للامام الرضا عليه السلام، انتم جاي تشوفون اكو جامع للسنه هو كنيسه المسيح. سألوا اي واحد قالوا ابوي اكو عندكم جامع؟ ما يخلون، لان هم يردون يقول لك احنا اسلامنا هذا اسلامنا ما عندنا. ليش بويا؟ ليش؟ فجايين على العراق يردون، واحنا قلنا لك الايران احنا وحده ويا العراق. اقول لكم شفتوا الاعلام مال الاداريين؟ هاي طلعت البنات والزلم وطلعت بايران، شفتوا كم علم عراقي؟ جاشوا بس احنا بالعراق، ولك ماكو علم عراقي كلها ايرانيه. بويا نساعد خاوش. هسه السيد المرجع علي الحسين السيستاني دام ظله شنو سوى؟ بويا ساعد اي انسان، هو مو شو اسمه ايراني او لبناني، انسان على وجه الارض من يصير عليه احتداد او ظلم الناس تساعد. ما لك علاقه هذا شنو دينه، هذا مين. لا تدخلونها تقولون السيد ترى بس للشيعه. لا عمي لا تطلعون بهذا الراي. بويا المرجع ما عنده، كلها سواسيه، كل من إله كل من حقه ياخذه. بويا انت تمشي عدل الله سبحانه وتعالى يعطيك يا حسناتك ودخلك الجنه. ما تمشي عدل بويا هذا يقول لك هذا النار تقبز بيها.
بس احنا ما نريد الفتنه، وهسه حياكم الله يا شيوخ العشائر بهاي خطابكم، او ديروا ابويا اولاداتكم سحبوهم، لان الدوله تريد تسوي فتنه. هاي الدوله هذا الاحزاب هاي تريد فتنه. هذا نور المالكي، يلا خلوهم هو الشعب وهو وياهم يصلح. ما شو اسمه هذا العامري، احنا الشعب يدافع عنا لان هو شعبنا وهو يتحمل. ها ابو يعني وين نتحمل؟ اجتك هاي ما قلنا لك خايب من يوم ولا شو اسمك يا هذا العامري، حط لك وزن واوزن يوميه تنزل وتخسون خس كلكم، او واحد ورا الثاني او راح ترحم ورجع العراق يرجع، الله سبحانه وتعالى حافظه بويا وكل من الى يومه. فانتم هاي الحكومه باطله، جاي نقول لكم السيد خطاهم ختم. لقد سئمنا منكم بويا، انت من شغل عشان سئلوا بيها سئلوا، قلهم اكو يوم من الايام يوم يصالحهم المرجع، لا انسد الباب بقى دعاءكم واتحادكم وتوحيدكم بين الطوائف، لا تفرقه ولا وعوفوا الحكومه. يوميا طالعين بالتلفزيون، السنه هاجلهم، الشيعه هاجلهم، والاكراد هاجلهم، او خلهم ما حد يطحن بالثاني. عمي الله سبحانه وتعالى يشوف وعالم بكل شيء، واحنا ترى ما لنا غيرها الله، ترى الدول العربيه والكم ذول اخوتنا ما لكم علاقه، وهاي الاحزاب الجايه تطق لها ترى تجي عليها. لا تنشبشون وتنغرون ها خنقوب، لا قعدوا سكتوا. يمتى عد كم مرجع السيد علي الحسين السيستاني دام ظله خيمة على العراقي الأجمع باستثناء المجرب لا يجرب، أو ياهو الناطق الرسمي عبد المهدي الكربلائي. من يطلع وشفتوا بحضرة الإمام الحسين عليه السلام ويقول لك بويا جهاد ليش الساعة، بس هو شلون يطي جهاد وانتم عندكم 12,000 داعش بأرضنا أو حاطينهم ببغداد. هاي محمد الشياع السوداني بيو سووت انه طقه ورحنا على سوريا، دور لا حرب لا جند هناك، طلب وجت طيارات وجت سيارات وجابوا خلنا ناخذهم ذولا وجبتوهم. يا الشعب العراقي ديروا بالكم من هاي، وتطلعون قبة على الحكومه بويا ما نريدهم طلعوهم ذولا، لان راح يسوون كارثه. هذا نور المالكي ترى، او هسه الاحزاب طاقت لسوريا. هاي الشعب العراقي بويا السوري خايب، هو متبهذل وطاق روحه، والله يحط يصلح ويعمر ويسوي. كانوا يريد همش وطقم ما هو يقول لك لا ابوي خليهم هل يهتدون واحنا طقيناهم. هاي الاحزاب بوي جاي يصير فتن واحنا ما لنا علاقه. بوي ايران دوله واحنا دوله، المن بالدين ولا عندكم مرجع ما لكم علاقه بيهم. بوي يمتى ما قال لكم المرجع بوي يلا احنا وايران صرنا سوا وحارب وليش الساعه، بس ما يصير عمي دوله الها واحنا دوله. عدم التدخل بالشؤون الخارجيه ما لنا علاقه بالدوله، مسلمه نساعد يا قضيه، بس ما يصير عندكم 60 قائد موجود جاي يطبون هم جاي يقودون المعركه. او هاي الاحزاب ترى فاشوش الموجوده انتهوا بعد ما عندهم شيرهم وين يرحوا راح يلقطونهم واحد وان شاء الله الشعب انتم عليهم بعد ما بيها مشى، ما الحكومه يسوون بعد السالفه خايبين ما يقدرون، انتهوا محصورين وقاضين بقبضه. او الله سبحانه وتعالى بالمرصاد. وعليكم انتم يا الشعب العراقي وهسه يا شيوخ العشاير كلامكم هذا بويا على الراس، او احسن من الدوله ب100 قاط. الدوله تسوي الفتن وانتم لا تردون توحدون الشعب، وانتم بويا سنه وشيعه وكرده بويا اخو احنا ما لنا علاقه. هاي الحكومه جاي تسوي، وان شاء الله هاي الحكومه زائله ويجينا نحط كلمه شلون السيد المرجع ايش قال؟ بويا ضعوا كل رجل مناسب مكان مناسب ان شاء الله. وانا قلت لكم بويا لا محافظ لا مدير او لا معاون او لا مجالس بلد، ذولا كلهم سوسه بلا لان كلهم معيمونين من الاحزاب، او كلها تزال ان شاء الله او غيمه وتروح، او لا تقول لي جوك منا وجوك الله سبحانه وتعالى ايش كاتب لك. ما احنا عليكم تمشون عدل او تتوحدون ان شاء الله او تدعون لله سبحانه وتعالى الواحد الاحد لا شريك له، وان شاء الله تدفع هذه الغمه عن هذه الامه باذن الله تعالى. يا الله يا الله يا الله، نصر من الله وفتح قريب.